معانا الفنان مصطفى كامل. اتفضل يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازي صحتك، وبمسي على كل ضيوفك وعلى كل مشاهدينك. اسمح لي، انا طبعا وصلني وانا بره ندائك للفنانين ومصطفى كامل. اسمح لي، انا ليا توضيح مهم جدا. انا بقالي يومين كده بتهاجم مهاجمه غريبه من استاذه عزيزه، هي تعتبر اختنا. انا طول عمري معروف ان انا بحب الناس، عمري ما عاديت حد وعمري ما كنت ضد حد وعمري ما كنت تابع لحد، ده معروف عني. ففوجئت بالاستاذه العزيزه نوره نجم بتهاجمني على الفيسبوك، بتقول ان مصطفى كامل طلع بكى وطلع عيط. فانا يعني انا كل اللي برد عليها بقول لها يعني انا طلبت ايه في ندائي في اي مداخله تلفزيونيه؟ طلبت الا يتقاتل ابناء الامه لوحده. طلبت ايه وبكيت على ايه؟ بكيت غير من خوفي لما كان عليه المشهد السياسي لكل واحد كان ليه بالغ الاثر السلبي على كل نفس بتعرف تحس من المشهد اللي كنا شايفينه من عطله من دنيا. واعلنت حياديتي تماما يا دكتور توفيق، واعلنتها مع الاستاذه حياه عند حضرتك في البرنامج. قلت انا مش مع حد ولست تابعا لحد، انا ممكن اكون بفضل حد عن حد، ولكن اللي هيجي هنقول له مبروك. وبالفعل النهارده كان مجلس اداره نقابه المياه الموسيقيه كلنا مجتمعين لارسال برقيه تهنئه للدكتور محمد مرسي. وانا بقول له من خلال برنامج حضرتك، واعلم ان انت بتدور على مطالب، انا بقول له ربنا يعينك على المرحله. وانا اعلم تماما ان في قيادات اخوانيه انا بحترمها، هم عارفين ان انا بحترمهم جدا، زي الدكتور محمد البلتاج وزي المهندس خيرت الشاطر، اللي انا بطالبهم من خلال برنامجك بترجمه الخطاب اللي انا احترمته جدا للدكتور مرسي. كان في خطاب متزن ومنمق وواضح، اتمنى الا يكون مكتوبا على الورق لارساله للشعب المصري، اتمنى تحقيقه بالفعل. وبقول لهم ربنا يكرمكم، وانا ليا رئيس دلوقتي، ربنا يعينك على البلد. ومطالبي زي مطالب حضرتك بالظبط، زي مطالب اي حد. عايزين الدوله المدنيه اللي احنا بنحافظ عليها، اللي احنا عايزين نفضل فيها. انا راجل فنان، عضو مجلس اداره نقابه المياه الموسيقيه، اللي بتمناه مهنتي تفضل بقدر محترم. عندي موسيقيين بسطاء عيشتهم على الفن. لا، هو ربنا يستر على مهنتك الحقيقه. يعني يا استاذ مصطفى، ربنا يستر على المهنه بتاع حضرتك. لا والله اقول لك على حاجه برضه يا دكتور، اسمح لي. ايران ما فيهاش نقابه موسيقيين، بس انا اعتقد، اسمح لي، انا مني شويه، يعني شويه لعبت سياسه، شويه صغيرين وشويه عاشرت ناس من الاخوان. انا مش عارف ليه حاسس ان هم مش بالقدر المخيف اللي الناس خايفه منهم. نتمنى انا بتمنى وليا رجاء عندهم. يعني انا اتمنى والله، وهيكون في صالح شعب مصر كله بجد، ان يظل السيد اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخليه. انا بتمنى من القيادات الاخوانيه، بتمنى من الدكتور مرسي السيد الرئيس، وبقول له تاني الف مبروك باسمي وباسم مجلس اداره نقابه المياه الموسيقيه. واحنا النهارده ارسلنا لك برقيه تهنئه لرئاسه الجمهوريه. افضل باعلنها ولن اتخلى عنها، انا منتمي للجيش المصري حتى النخاع. شكرا يا استاذ مصطفى. بالتالي احنا زيك بالظبط يعني، واحنا بنعلن تأييدنا الى كل ضباط القوات المسلحه، الى كل ضباط الصف والجنود في القوات المسلحه، من اصغر جندي وحتى اقدم لواء في الجيش، باستثناء اعضاء المجلس العسكري. نحن جميعا ضدهم، وزي ما ساندناهم قبل كده برضه هنعارضهم وبكل شراسه.